اهلا بالاكلات الشتويه. خلاص، كل سنه وانتم طيبين. الاكلات الشتويه ظهرت في السوق. كرنبيت، بصوا كل حاجه عندنا سلسله كبيره جدا من الاكلات الشتويه ان شاء الله ننزل بيها. اللي طبعا للمبتدئين اللي لسه داخلين المطبخ والبنوتات اللي لسه مش بيعرفوا يطبخوا، هتعملي كل حاجه وانت مغمضه عينك وهتطلع معاكي ناجحه 100%. انزلي حالا حطي اللايك بتاعك وكومنتي حلو من ايديكي واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس. معايا ايه النهارده؟ معايا كرنبيت جايباه من السوق. سعره مش وحش، سعره حلو في السوق. هسلقه سلق عادي، سامحوني معلش المقطع اتمسح من على التليفون عندي. بسلقه في ميه فيها شويه ملح وشويه كمون لمده كده 5-6 دقايق على النار، وبعد كده بشيله على طول، بحطه في مصفى بصفيه وبركنه على جنب. طيب معايا ايه تاني؟ معايا حوالي بصلتين كبار كده هفرمهم في الكبه، ومعايا ربع كيلو من اللحمه مفرومه، ومعايا طماطم هعصرها في الخلاط. دي كده كل احتياجاتي اللي انا محتاجاها النهارده في الوصفه. يلا نسمي الله ونبتدي وصفتنا ونقول هنعمل ايه. معايا طاسه كده هنعصر اللحمه مفرومه. بنزل بنص معلقه من السمنه، وبنزل باللحمه المفرومه عندي بنفس الشكل لغايه ما اخليها عندي مخرزه بنفس الشكل كده. تمام. كل واحد حر في اختياره، بيحب يعصر اللحمه ازاي، انا بحب اعصرها بنفس الطريقه. وبعد ما لونها ما يتغير معايا والاقيها مخرزه معايا، بنزل بالبصل على طول بعد ما فرمته في الكبه بنفس الشكل. بعد كده هنزل بالبهارات. البهارات عندي معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه من البابريكا، بتدي لون حلو جدا للحمه المعصجه معايا. ومعايا حوالي ربع بلحية كده من جوز الطيب، لا استغنى عنها خالص في تعصير اللحمة المفرومة، استحالة يعني استغنى كده عن جوز الطيب. ومعايا كمان فلفل الوان. كان عندي جزء كده من الفلفل الالوان الاحمر وفلفل سبايسي. تمام. بزود بالكمية كده وبكتر الكمية، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو. بعد كده معايا معلقه من الصلصه، حبه صلصه كده من الباقيين عندك هاتيها كده على طول واستخدميها، هتحول لون اللحمه معصجه معانا بنفس الشكل. لون حلو جدا وشكله وطعمه في منتهى الجمال. هركنها على جنب في بوله كده، هفضي كده اللحمه المعصجه عندي في بوله كده على جنب بنفس الشكل. ليه بعمل كده؟ عشان انا هستخدم اللي انا الصينيه اللي انا عملت فيها، الطاسه اللي انا عملت فيها ايا كان. تمام. نزلت بمعلقتين كده من الزيت على معلقه صغيره من السمنه. تمام. ومعايا توم مفروم. طبعا انا ما عنديش توم بفرمه بالمبشره. طب هعمل ايه؟ هعمل صلصه، هعمل توم. هحمر التوم وبعد كده هنزل بالطماطم عندي بعد ما عصرتها بنفس الشكل. جمدي قلبك كده وانت بتعملي الوصفه وامشي على نفس الطريقه وان شاء الله تعجبك. خلاص نزلت بالطماطم بتاعتنا او بالصلصه بتاعتنا، نزلت بالبهارات برضو ملح وفلفل اسمر وشويه من البابريكا، ونزلت بواحده من مرقه الدجاج بتدي طعم حلو جدا برضو للصلصه. هسيبها تتسبك على جنب كده شويه لغايه ما القوام يتقل بنفس الشكل. خلاص انا كده كل حاجه جاهزه عندي. الكرنبيت جاهز معايا، سلقته زي ما اتفقت معاكم في اول الفيديو، سلقته وما طولتهوش خالص على النار، يا دوبك 10 دقايق بالظبط، ورفعته ومولي على النار على طول وحطيته في مصفى. طيب بتعملي ايه؟ بتفصصيه كده ليه؟ ايوه، انا عايزه الزهره بزهرتها او الورده بوردتها كده، هقعد افصصه كده حته حته بنفس الشكل. مش عايزه العيدان خالص في الوصفه عندنا النهارده، انا عايزه بس الورده بتاعت الكرنبيت. لو حابه العيدان ممكن تقطعي كده شرايح او تبشريها. تمام. خلاص كده حطي بقى في صينيه، حطي في البايركس المتاحه عندك حطي. وبعد كده نزلت باللحمه المفرومه عندي بنفس الشكل، حطيت لحمه مفرومه ودمجت بقى الكرنبيت مع اللحمه كله كده على بعضه بنفس الشكل. تمام. تمام. بعد كده هنزل بالصلصه عندي من فوق الوش كده على طول. في ناس بتحب تعمل بشاميل، في ناس بتحب تعمل صلصه، اللي يعجبك اعمليه. بس احنا وصفتنا النهارده اتفقنا من اول الفيديو تنفع معانا لاصحاب الرجيم
وكمان مفيدة لأطفالنا. البشاميل هيبقى تقيل شوية لأصحاب الرجيم. هنا خلاص كده الصينية عندي او البايوكس عندي جاهز على دخول الفرن على طول. الفرن سخن مسبقا كده، يخش على فرن سخن هياخد لون من تحت على طول، ويولع عليه الشواية هتاخد لون من فوق، وهيطلع معانا ان شاء الله بنفس الشكل دوت. تمام شكله حلو جدا، اخد لون من تحت خفيف كده. تمام، والشوايه رفعناه من فوق لغايه ما الصلصه نشفت كده. في الوصفه عندنا النهارده بحاول اوريلكم ان انا مش منشفاه قوي من تحت، بس يا دوبك السوائل كلها اتشربت، اللحمه والكرنبيط والصلصه كله اتشرب مع بعضه. وصفتنا النهارده بتتاكل بايه؟ بتتاكل بالعيش، والاصحاب الرجيم ممكن ياكلوها بالمعلقه كده على طول من غير عيش. تمام، شويه مخلل كده وشكرا. في ناس بتحب تعمل مع وصفتنا النهارده رز، بس انا الاكل اذواق، انا بحب اكلها بالعيش، شويه مخلل كده وبتبقى جميله وما شاء الله عليها. ده شكلها بعد ما قدمناها، شكلها حلو جدا وبيتكلم عن نفسها، وان شاء الله تعمليها باذن الله وتطلع باذن الله، ربنا يحسن ما بين ايديكي وتطلع جميله. وانا بديكي شويه افكار تقدري تنفذيها كل يوم. حيرة غدا هناكل ايه وهنتغدى ايه؟ لا، انا بقولك افكار اهي، وان شاء الله هننزل بافكار حلوه جدا على القناه. وزي ما اتفقنا في اول الفيديو هننزل بوصفات شتويه كتيره جدا ان شاء الله. المبتدئين اللي بيتفرجوا علينا ولسه في وصفات مش عارفه تملكيها كده ومش عارفه تنفذيها، تقدري تكتبي لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هنفذها لكم واعملها لكم باذن الله. لو الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده يا ريت ما تبخليش عليا باللايك، حلفتك بالله انزلي حالا حطي اللايك بتاعك، وكلمه اشتراك على الشمال اتكي عليها واختاري الكل، وتكوني انضميتي للقناه بتاعتنا، وان شاء الله القناه تكبر بيكم. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، القناه واقعه شويه، وريتش القناه واقع على اخره بسبب الشهرين اللي انا غبتهم. ان شاء الله تكبر بيكم باذن الله. هسيبكم في رعايه الله، وحطوا اللايك وما تنسوش. مع السلامه.